بص يا باشا، مش مخل بالشرع، لا. والواد التافه تاني الشادي اخو الملح اللي بيقول لك مرتضى بيقول مش هنزل الانتخابات عشان ممنوع، هجيب لك الفيش التشبيه بتاعي اخر انتخابات، اخر اللي هي فاتت دي، تمام؟ والحاجه اولاد قالوا لي اوعى تنزل، مكتوب كده لا شيء، هجيبه لك الاجتماع الجاي، لا شيء. يعني اقدر انزل الانتخابات وابقى رئيس نادي، محدش عارف يكسبني واجيب بجزمه انت اخوك. يا كداب. كابتن الخطيب ما يزعلش مني، نتحدث عن المصلحة العامة، وطبعا جيمي هيقوم بواجبه، انا عارف ده كويس ومستعد له كابتن جيمي، لكن يا رب اذا تقرر ان هو يرشح نفسه فليكن هذا الحوار نبراسا له، فصحتك واسرتك اولى بك من اي حاجة في الدنيا، والنادي كيان، النادي لا يتوقف على اشخاص على الاطلاق. مع الأسف نحن نحول الكيان إلى أشخاص، لا، الأهلي كيان، الزمالك كيان، إسماعيلي كيان، لا يرتبط أبدا بالأشخاص. عمالقة جاءوا ورحلوا، صحتك أولى بك تماما، ومن يطالب ببقائك وصحتك لا تسمح هو ضدك، هو ضدك، ما ينفعش. لكن غير كده أعتقد الأمر يعني لابد أن يسير في مساره الصحيح. كابتن محمود الخطيب تاريخ عظيم جدا في كرة القدم، مفيش كلام، كلاعب طبعا فاز، ربما لم تأتي الملاعب المصرية بمثله. انا هقعد افترع على الراجل وبعدين اقعد اعمل ايدي كده واقول لك وهذه وجهة نظري التي لا قيمة لها على الإطلاق، إطلاقا من قناة MBC، قناة المواطن الكادح. أنا بعمل كده ليه؟ الزمالك يكسب طبعا. الزمالك يكسب طبعا. بأمارة ايه؟ تكسب وتكسب. عايز بص، من غير هزار، بالحاله الفنيه اللي انا شايفها، مش للحاله الجماعيه بتاع فرقه الاهلي، لديفنس النادي الاهلي، بالناس اللي موجوده في النواحي الهجوميه للزمالك، الزمالك يكسب بسكور. طبعا، لو الامور مشيت طبيعيه. لكن عمرها ما هتمشي طبيعيه. لا عرض السن دي ايوه والله العظيم كنت ماشي كويس قوي. لا انا بقول لك انا بقيم لك الحاله الفنيه اللي موجوده. لو انت هتقيس نامي عمرها هتقيس كده، ما انا قلت لك الفنيه اللي موجوده. يعني الزمالك يفوز بس مش سكور قصدك يعني؟ لا الزمالك يفوز، انت كمان هتقولني حاجه. ما انت لو انت ماشي انت ماشي كويس. ايوه ماشي كويس لغايه ايه هيكسب وسكور. لا هو قال هيكسب، انت سكور دي اللي ما عجبتكش. لا هو انا هكسب بس السكور دي اللي ما عجبتكش. لا دي ما كانتش معايا. بص انا حللتها لك كويس، ان احنا بعيدا عن الانتماءات وبعيدا عن الحاجه، وقلت لك وفسرتها، قلت لك الحاله الفنيه لو قستها دلوقتي ومش هتتقاس كده ابدا، ان الزمالك يكسب لو الحاله الفنيه بتاعت النادي الاهلي في فاصله، بص يا في فاصله لديفنس النادي الاهلي. كان في ايوه الراجل ده كان هربان من الجيش ومدرب فاشل، والجمهور كان مسميه الليمبي في المدرجات، واشتغل مع فيتوريا وقال لك التكتيك لا يمثل اكتر من 10% من الكوره. طلع بيتكلم يقول ايه؟ طلع كابتن الخطيب قال ان الدكاتره منعوني من السفر لظروف الصحيه، ما كانش ليها لازمه يا كابتن. اولا ما تفولش على نفسك، انت زي الفل، وكمان لا نصدر للناس امر لا يتماشى مع الحقيقه يعني، وانا اسف ان انا بقول كده والله. ثم جاء كابتن الخطيب في الاعلان عن استاد النادي الاهلي، وهو امر عظيم جدا طبعا، نبارك للنادي الاهلي وجماهيره عليه، وطلع امام الملايين وتحدث الظروف الصحيه بتاعت مجموعه شهور وكذا وكذا، واذا بعديها بثلاث اربع ايام الكابتن الخطيب في موقع الحدث يتحدث الحكايه والروايه. ثم مؤخرا الاطباء قالوا ما ترشحش نفسك والحكايه والروايه، اثرنا بلبله بدون لازمه على الاطلاق. ثم لا تتنحى مجلس الإدارة ببيان، مش عارف إيه ببيان، ولكن الجماهير الحقيقة في المدرجات لم تتعرض لهذا الأمر، يعني لم تطالب بالبقاء ولا بالرحيل، لا يعني تجاهلت الموضوع في المدرجات. يا راجل ده أنت رجل جوه ورجل بره، عايز إيه تاني من الدنيا؟ كانت متعة، ده أنت خدت المال والبنون وكان ناقصك يوسف شعبان وتقفل المسلسل. وبالمناسبة عشان ما حدش يفهم كلامي غلط، كابتن محمود الخطيب أعترف، يعني أنا أعتبر نفسي صديقه إن لم يكن هو يعتبرني كذلك. احنا دخلنا بيت بعض بالعائلات،
طلعنا الى رحله بحريه مع بعض، قضينا اوقات لطيفه، يعني هو اخ وصديق عزيز على الاقل، انا اعتبره كذلك يعني. وبالتالي ما حدش ياخد كلامي في سكه غلط. تقدم باوراقه اونلاين للحصول على التاشيره الى الولايات المتحده الامريكيه، ولم يحصل عليها ببساطه شديده جدا. طبعا انا بقول كلام انا مسؤول عنه يعني. طب ليه نطلع نقول لصحتي والدكاتره؟ خلاص يعني حتى مش لازم نقول، يعني مش بالضروره رئيس النادي يسافر مع الفريق، يطلع فيها الاستاذ مرتجي، يطلع فيها اي حد من الساده الاعضاء، رئيس نادي الكابتن طارق، محمد شوقي، غيره وغيره، دول طلعوا كتير يعني. فليه انا اربط امر غير حقيقي؟ يعني السيده سفيره امريكا كانت في زياره للنادي الاهلي قبل ما يتقدم الكابتن الخطيب للحصول على تاشيره، ولكن ده سيستم. الراجل اللي جايبك MBC لو سمع الكلام اللي انت بتقوله ده حتى لو في جزء من الحقيقة هيزعل قوي ويقطع عيشك.